في فبراير 2002 والتي أصلها الرئيس السابق عبد الفتاح هذه الجمعية تشتغل على الخدمات التربوية والتكوينية من خلال ورشات تأهيلية. سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله. لكن سألملم رصيد اللغوي وسأعمل على أن أنحت الكلمات وسأعمل على أن أطابق المشاعر مع ما أوله. ولكن صدقوني مهما وصفتها وكيفما وصفتها فإن عباراتي ستخونني للتعبير عنها وللتعبير لها للاعتزاز بها لتقديرها. فالسيدة أمينة سيدة الحلول في الإدارة عندما تشتد الأزمات. هي عصا الطريق لأي مسؤول حل بتازة تدلل له الصعوبات والعقبات وتساعده على تجاوز كل ما يمكن أن. ولكن اللي رباتنا أحسن تربية ودي كنعرفو القيمة ديال التربية ديالها كل نهار. هي مثالية كذلك في الطبع الحنون ديالها، هي جد حنونة متفهمة كنقدو نهضرو معاها في كلشي وعلى كلشي، واللي كانت ديما مصدر ديال التوجيهات ديال النصائح مهمة بزاف في حياتنا وفي المسار ديالنا. دونك ماما ساش كو
صنفت كانت فيديو نهزي المهارات تكون كافيه باش نقول لك شكرا، ولكن كتبقى فرصه باش نقول لك شكرا على كاع داكشي اللي تبغى، على كاع داكشي اللي كديري معنا، على كاع داكشي اللي غادي ديري معنا ان شاء الله. وهي مناسبه تكريم احدى الايقونات العمل الاجتماعي باقليم تازه، الا وهي السيده امينه بن زغار. فبطبيعه الحال كيف ما لاحظتوا وكيف ما شاهدتوا الشريط اللي كيوثق المختلف المراحل اللي خاضتها المكرمه في مسارها المهني والشهادات التي القيت في حقها. إلا كنت غادي نزيد شي حاجه على هذه الشهادات فربما ساكون مبالغا في الشهاده ديال حق السيده امينه. لماذا؟ لان الشهادات التي قيلت في حقها من طرف زملاء ومن طرف اخوان قضوا مع السيده امينه بن زغار مده طويله، وانا ربما لم اقضي مع السيده امينه بن زغار مده لا تتجاوز ربما 4 أشهر ولا 5 أشهر، ولكن هذه المده لامست في السيده امينه بن زغار من الخصال ومن الشيم ربما لم ألامسه في أشخاص اللي قضيت معهم مدة طويلة في مساري المهني. فأتقدم زعما بالشكر والتقدير والإجلال والامتنان للسيدة أمينة بن زغار ما بذلته من مساعدة ومن دعم خلال هذه المده اللي قضيتها معها هنا في اقليم تازه، وكنتمناو لها مقام ميمون ومسيره موفقه في المنصب ديالها بالمندوبيه ديال عين الشمس. واغتنم هذه الفرصه ربما الشهادات التي قيلت في حقها والحفل الذي اقيم بمناسبه تكريمها فهو يدل على المكانة المتميزة التي تحظى بها المكرمة في أوساط كل الأصدقاء والزملاء والأشخاص الذين تقاسموا مع المكرمة ولو جزء من مسيرتها المهنية بالإقليم. الشكر الجزيل لكل من وقف عليه من قريب او من بعيد. الشكر للسيد مندوب، سي عبد النبي، الاخوات معاه في المندوبيه كل وحده بسميتها، ما بغيتش نذكر اسماء باش ما ننسى حتى وحده. حاجه وحده اللي انا متاكده منها اني انا خدمت تازه بقلبي، فاذا بيا كنلقى تازه عطاتني قلبها كله. ما قدرتش نهضر، واللي خلاني طلبت الكلمه للسي عبد الحق هي هذا المركز هذا دوادمني اللي كيهضروا عليه دابا. غير ملي تشوف مركز وصل لهذا المستوى ولهذا العرض بهذا المستوى كتقول حمدتك يا ربي وشكرتك. زعما ما نقولش التعب، حنا كناخذوا اجره، ولكن كدير شي حوايج اللي ما عرفتش ماشي اي واحد يبغي يديرها او يقدر يديرها. والاخت ربيعه راه شاهده معايا على هذا الشيء، هي ان هذا المركز بدينا نهار الاول بالحطان الكراسه ديالو بالميناج ديالو، وكان خلعنا
الاكبر ديالو كنقولوا واش فعلا غادي نقدروا نوصلوا لشي نتيجه. فاذا بها الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر للجميع. نيابة على رئيس جمعية التضامن سي عبد اللطيف النجار كنتقدموا بالشكر الجزيل للأستاذة أمينة على المجهودات والتفاعل الدائم ديالها مع الجمعية ديالنا، وكنتمناو ليها النجاح والتوفيق في الحياة الشخصية والمهنية ديالها. شكرا. شكرا الأخت علاء. في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لتأسيس التعاون الوطني على يد المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، فاصدرت المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بتازا برنامجا متنوعا يمتد ل3 أيام. فتمت انطلاقات هذا البرنامج اليوم بافتتاح معرض لمنتوجات مراكز التربية والتكوين والجمعيات الشريكة للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بإقليم تازا، تم من خلالها عرض مجموعة من المنتوجات التي يتم إبداعها داخل المؤسسات والمراكز الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني، كما كان هناك رواق خاص بالخدمات التي تقدم من طرف مؤسسة التعاون الوطني على مستوى جميع مراكزه ومؤسساته. وهذه المبادرة تخللتها كذلك حفل لتكريم إطار بمندوبية التعاون الوطني، وهي السيدة أمينة بن زغر، وهي موظفة سابقة بمندوبية التعاون الوطني. فهذه الالتفاتة بطبيعة الحال هي عرفان بالجميل، عرفان بالمجهودات الجبارة التي بذلتها هذه الموظفة في إطار خدماتها داخل مندوبية التعاون الوطني. وكانت كذلك مناسبة للتعريف بالخدمات التي يقدمها التعاون الوطني عن طريق مختلف مؤسساته ومراكزه الاجتماعية من خلال عرض للأزياء التي يتم إبداعها من طرف رائدات مراكز التربية والتكوين على مستوى إقليم تازا. السلام عليكم. في إطار الاحتفال بذكرى 66 لتأسيس التعاون الوطني، وفي إطار الاحتفالات اللي كتعرفها مدينة تازا بإجراء نصف نهاية البطولة الوطنية الرياضية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، أبوا إلا أن أحظى بتكريم من طرف هذه المندوبية بعد الانتقال إلى مندوبية عين الشق. صراحة ما كنتش ناوية أنهم يكرموني بهالطريقة، وهذا التكريم هذا وهذا المستوى اللي حظيت به من عندهم ما يجعلني إلا أني نعطي أكثر في المندوبية ديال عين الشق اللي أنا فيها. صراحة ما عرفتش، كنت كنتمنى اني نكمل المسيره المهنيه ديالي في تازا، ولكن الظروف العائليه حكمات على اني ننتقل. ما سخيتش بتازا وخدمت تازا مزيان بقلبي، اذا هي عطاتني قلبها كيف ما قلت قبيله دائما. تازا كتبقى مدينتي اللي عشت فيها 30 سنه. هي فعلا انا ماشي من تازا، ولكن غتبقى مدينتي اللي دائما غنبقى نفتخر انني دوز فيها واحد المرحله من حياتي اللي ما عمرني ننساها. وشكرا. اللي هذا النهار بكل فخر أعطى واحد الصورة جد مشرفة للمركز المتعدد التخصصات ودمليل، سواء من ناحية تصفيفات الشعر المختلفة، وكذلك القفطان المغربي اللي كيعطي الصورة ما هو جديد الآن. وبهذه المناسبة نتاع ذكرى تأسيس التعاون الوطني كنتمنى لهم التوفيق ومسيره موفقه ان شاء الله في الشعبه ديالهم، وانهم يتوفقوا وياخذوا الدبلوم ديالهم، وانهم يحققوا الحلم ديالهم اللي كيتمناوه. وهنيئا لنا بهذا النجاح نتاع هذا اليوم هذا في هذا الديفيلي اللي شاركنا فيه، وكنتمنى لكم النجاح وشكرا.